بصوا بقى يا جماعة، أنا بعشق الفيديوهات اللي فيها خبيز وفيها روايح الخبيز وروايح رمضان وبتبقى فيها خير كده. الفيديو بجد تقيل ومليان خير ومليان بصوا، ومليان حاجات جميلة كده من البيوت المصرية الأصيلة. ست مصرية أصيلة كده بسيطة بتسعى لإسعاد ولادها، بتسعى عشان تحافظ على عيشتها وتحافظ على كل مليم، وبتعرف ازاي توفر من أي حاجة بتعملها في البيت. بتعرف انها تعين قرش للزمن، بتعرف انها تشتري حتة ذهب، بتعرف انها تخلق وتصنع المعجزات من قلب بيتها، والله العظيم، وتملى بيتها خير. الست الأصيلة المصرية اللي بتكافح واللي بتسعى عشان خاطر تجيب الجنيه من بق السابع، واللي بتسعى ودايما ربنا بيكون معاها. اللهم لك الحمد يا رب. تعالوا ما نشوف الفيديو الجميل. انا بموت وبعشق الفيديوهات اللي بتكون كلها خير، واللي بتكون كلها افكار جميلة زي كده، واللي بتكون مليانة شغل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي رسول الله. اذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. ما تيجوا نشوف كده البت ام الزوز بتعمل ايه النهارده كده، وايه الحاجات الجميله اللي بتعملها في الفيديو. بس اتمنى منك قبل ما تشوفي الفيديو تصلي على النبي، وتشتركي في القناه، وتكتبي لي كومنت حلو يشجعني ويحفزني. ولو انت كنت من اخواتي القدام، على راسي من فوق مشرفاني. ولو انت من اخواتي الجداد، اتمنى منك تشتركي في القناه. يا احلى اخوات في الدنيا كلها، ربنا يصلح حالكم واحوالكم ويكبر بخاطركم ويشفي مرضاكم ويبعد عنكم الهم والحزن والكرب يا رب، اللهم امين. يلا حبايبي نشوف الفيديو بيتكلم عن ايه النهارده، وايه الحاجات الجميله اللي في الفيديو النهارده. زي ما انتم شايفين كده، اول حاجه قلت يا بيتي يا ام زوز كده قوم عمار البيت بشويه قرص حلوين طريين كده. يلا دخلت رمضان جايه بقى، وتعملي لك بقى قرصتين حلوين كده. بس طبعا مش دلوقتي، يعني ايه، القرص دي معموله كده للفطار بس كده اليومين دول. لكن انت طبعا لو عايزه تعملي بقى رمضان، تعملي مثلا قبل رمضان بيومين، تجيبي لك بقى 3 كيلو دقيق حلوين كده، ماشي، ويكون عندك السمنه وعندك الزيت، وتبداي بقى تخبزي لك قرصتين بقى يعمروا الطاسه كده. تنفعك بقى في سحور رمضان ان شاء الله. احنا مش هنحتاجها غير في السحور بس، ولا فطار ولا بتاع، لان طبعا الفطار انت بتكوني عامله اكل، لكن احنا هنحتاجها في السحور بس. طب القرص الطريه بتتعمل ازاي يا ام زياد؟ 3 كيلو دقيق بتستخدمي عليهم كوبايه سمنه وكوبايه زيت. على 3 كيلو دقيق كوبايه سمنه وكوبايه زيت، ما تكونش ناعمه قوي. وتكوني مدفيه اللبن، وتحطي فيه معلقه ملح ومعلقه سكر. ويكون معاكي لو بتستخدمي خميره فوريه استخدمي كيس على 3 كيلو. لو بتستخدمي خميره بيره استخدمي قطعه كده، يعني قطعه كده مش يعني قد ايه، يعني قطعه قد قطعه الشوكولاتايه كده، ماشي، اصغر من قطعه الشوكولاته كده شويه. وتقومي جايه مدوباها في حبه ميه دافيه كده زي دمع العين، وتقومي جايه مقلباها على الدقيق، وتفضلي تعجني بقى. تنيكي تعجني تعجني بقى، تحطي اللبن الاول لحد ما تتوهي الدقيق خالص، وتقومي جايه حاطه بقى السمنه والسمنه على القرص، وتفضلي تعجني تلتي وتعجني بقى لغايه اما تلاقي العجينه متماسكه وما بتقطعش في ايدك. وبعد كده تغطيها بقى بحته قماشه نضيفه كده وتدفيها كويس. لو انت في الشتاء تدفيها كويس، لو انت في الصيف يعني ايه عادي، ما بتاخدش معاكي وقت. خبيز الصيف اصلا بيبقى بسرعه، خبيز الشتاء بيبقى تقيل شويه. بعد كده بقى نعمل ايه؟ عملنا بقى القرصتين الحلوين كده الطريين، تحطهم في الفريزر وتعمري الفريزر بتاعك. وزي ما انتم شايفين كده رحت خبزتهم عند امي وعملناهم وخلصناهم كده، وجيت على البيت بقى قلت اما اعمل بقى شويه حاجات كده استر بهم البيت. كان عندي حتتين جبنه بيضه كده، وكان عندي المش دوت انا عاملاه على ايدي، كنت انا عاملاه بالمرته، كان عندي مرته، ورحت حاطه فيها ملح، ورحت جايبه 2 كيلو لبن غلياهم ومبرداهم، وحطهم بقى. عملت شويه مش بالمرته باللبن، كانوا شويه مش قادره اقول لكم بقى تحفه. تاكلي منهم كده بحته لقمه جميل يا جماعه. تمام كده. وكان عندي بقى حتتين جبنه بيضه كده في التلاجة. العيال بقى مرضوش ياكلوها، العيال مالهمش في الجبنه القريش اصلا، ما بيحبوا الجبنه العلب بتاعه الدكان. والله العظيم عيال ما بتفهم اي حاجه، يسيبوا الجبنه القريش الحلوه ويعلقوا لي في الجبنه بتاعه المحلات اللي كلها اسمه ايه ده، كلها اسمه ايه مواد حافظه مش عارفه انا، والله العظيم بسجل لكم الفيديو بالليل وحاسه مش عارفه اتكلم. المهم بقى، يلا حبيبه قلبي، رمضان داخل عليكي بقى، يعني عايزين نعمل ايه؟ يعني عايزين نعمل شويه فول مدمس، عايزين نعمل شويه طعميه بيتي كده احسن ما تشتريها من بره. يا سلام يا سلام يا سلام بقى لما تعملي حبة طعمية في البيت، عجينة طعمية وتحطها في الفريزر، وتطلعي تقلي منها على السحور بقى. يا خراشي يا خراشي على الجمال والريحة والطعامة، والله العظيم. عايزة اقول لكم وانا بقليها على البوتاجاز بتكون جايبة اخر الشارع. احنا عندنا هنا يا جماعة بلدنا ارياف،
فاحنا الجيران هنا واخدين على بعض قوي. يعني ممكن مثلا تلاقي جارتي جايه هنا تقول لي ايه، انا شم ريحه عندك طعميه ام زياد، ممكن تدوقيني منها احنا عادي يعني مفيش اي مشكله. اقول لها مالي يا حبيبه قلبي، وانا لسه بقليها وعلى النار كده اديها وادوق. تقول لي انت عاملاها ازاي؟ اقول لها عامله كذا كذا كذا. اقول لها على الطريقه تروح عاملاها، تقول لي بصراحه عملتها بس حاسه ان ريحتها مش شكل ريحه بتاعتك. اقول لها بصي، انت دايما حاجتك ما بتكونيش شماها، وحاجتك ما بتكونيش مستطعماها. يعني انت مثلا لو بتعملي اكل ما بتكونيش شامه ريحته، مش شكل اللي جاي من بره. فانت يا حبيبه قلبي حاجتك بتبقى زي العسل، بس اللي بره هو اللي هيشم ريحه اكلك. فتقول لي والله يا موزه انت كلامك جميل ومش عارفه، اما تدوق الطعميه تقولي تسلم ايدك، لا ده انا هجيبها لك وتعمليها لي بقى. المهم بقى عندك نص كيلو، تجيبي بقى في نص كيلو فول مدشوش، وتجيبي نص كيلو فول مدمس، وتروحي بقى جايه بلهم من بالليل. تبلي لو عندك فواله حلوه كده، تروحي بله الفول المدمس في قلب الفوال. ما عندكش فواله في قلب الحله مفيش اي مشكله، تبليه من بالليل وتصبحي تاني يوم تروحي معلقه عليه. انت بتكوني بلاه في ميه، تغسليه وتبليه في ميه وتروحي معلقه عليه. اول لما يغلي بقى يا ست الكل تروحي موطيه عليه، تحط له بقى طماطمايه وتحط له حبه عدس. بس طماطمايه وحبه عدس ونص ليمونه، ده اللي انا بحطه على الفول. واسيبه بقى لما يستوي. لو حسيت ان الفول نشف منك على النار ولسه ما طبش، زودي شويه ميه سخنه، اوعي تزودي ميه ساقعه. فاهمه؟ اوعي تزودي ميه ساقعه، زودي ميه سخنه عشان ما يسودش منك. ودايما تخلي الميه مغطيه طبقه الفول من فوق، ما تخليش طبقه الفول مكشوفه. الحاجات دي كلها بتخلي الفول ينجح معاك وما يسودش منك. بعد كده لما يستوي خالص تروحي بقى جايه مبرداه في اكياس، اللهم صل على حضره النبي محمد، وتروحي بقى جايه مبرداه خالص وتعبيه في اكياس وتحطيه في الفريزر. كل يوم بالليل قبل ما تنامي تروحي مطلعه كيس فول يفك كده في التلاجة من تحت، وتروحي بقى عاملاه تاني يوم مع كيس طعميه. الطعميه بتعمليها ازاي في البيت يا ام الزوز؟ بتروحي جايه بلها من بالليل برضو، وتقومي تاني يوم طبعا عندك عود كرات، عود خضار مثلا كزبره، قرن فلفل، فصين توم، بصلايه صغيره، وتروحي ضربه ده كله بقى في الخلاط بشويه ميه، وتروحي مصفياها. وبعد ما تنزل ميتها خالص تروحي بقى حاطه عليها شويه كمون وشويه ملح وشويه كزبره. ولو عندك شويه شمر بقى، يا خراشي على الشمر، بيودي الطعميه في حته تانية خالص. انا اصلا اخويا صنايعي طعميه، هو اللي قال لي على حكايه الشمر دي، قال لي جربي حطي على الطعميه شمر مش هتنسي حلاوتها وريحتها فعلا. الناس هتتجنن من ريحتها. فاللهم صل على النبي، من ساعه ما حطيتها على شمر ريحتها بقت جميله وطعمها بقى اجمل. فده سر من الاسرار برضو اللي بيخلي الطعميه ريحتها تجيب اخر الدنيا كده والله. الشمر ده بتجيب من عند العطار يا جماعه عادي خالص. فالمهم اللهم صل على النبي، جبت الشمر وعملتها بقى، وعملت احلى عجينه طعميه بقى. ورحت عاملاه تعمليها بقى تتغدي منها. قالتها بقى وطلعت بقى عيش وقطعت طماطم وحتتين مخلل، وكان احلى اكل. هنا بقى مشغله الغساله. انتوا عارفين بقى روتين الست المصريه البسيطه بقى، لما تكوني بقى خلاص ناويه تعملي حاجه تلاقي نفسك ايدك في كام حاجه، ايدك في شويه حلويات للعيال، ايدك في غدا بتاع العيال، ايدك في اللهم صل على النبي في غسيل، بتروقي بتكنسي تلاقي بصي الشغل ما بيخلص، الشغل يا جماعه ما بيخلص. فقلت بقى اما احل بق العيال بحاجه بسيطه كده اهوت. انا عيالي اصلا ملهمش في الكيكه قوي صراحه، ربنا ملهمش في الكيكه قوي. بيحبوا الرز بلبن وبيحبوا الجيلي بالموز. يعني لما بجيب موز كده بقوم جايه عامله لهم جيلي، بيحبوا الجيلي وبيحبوا الرز بلبن، لكن الكيكه يعني ملهمش فيها قوي. فانا بصراحه اللي بتحب الكيكه دي امي، كل لما تيجي عندي تطلب مني تقوم، والله العظيم مره عملتها لها فهي حبت الكيكه قوي، قالت لي ايه هي بتحبني انا اعملها، بتحبش تعملها ما بتطلعش منها حلوه قوي. فهي بتحبني انا اعملها لها. فكل لما تيجي بقى لا جايبه لي سكر وجايبه لي بيض، وتقول له خدي اعملي. اما طب انت جايبه ليه؟ ما انا عندي. تقول لي لا انا بحبها يا بنتي ومش عايزه اكلفك. اقول لها يما طب خليها والله وانا اعمل لك. تقول لي لا. الاقي جايبه لي كيس السكر والمهم بقى ان هي بتديني كيس السكر واعمل لها صينيه واحده وانا باخد بقيه كيس السكر. شفت بقى الطمع؟ اقول لها يما طب خدي بقيه الكيس. تقول لي خدي وانا جايبه لك عشان اخده تاني. طب خلي يما ربنا يديك الصحه يا رب تعيشي وتجيبي. اروح بقى عامله صينيه كيكه كده زي العسل كده، يا دوبك ببطين اتنين، ما بكترش البيض ولا اي حاجه. هي ببطين اتنين وكوبايه سكر واحده وكوبايتين دقيق، وبتعملي احلى صينيه كيكه في الخلاط. واهم حاجه قبل ما تبداي فيها تكوني مولعه الفرن كويس قوي. انا ما بحبش الكيكه العاليه قوي، الكيكه العاليه قوي دي ما بحبهاش، بحس انها بتكون ملكومه. انا بحبها تكون اسفنجيه وخفيفه كده.
بتبقى طعمها زي العسل يا جماعه، تكون طريه وهشه كده. انا لما بعملها والله بحس ان انا باكل، عارفين انتوا النايت اللي هو التوينكيز، بتبقى طعمها شكل النايت التوينكيز بالظبط، بتكون تحفه. هنا بقى دخلنا طبعا على غسيل البوتاجاز وتنظيفة البوتاجاز العميقة زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا البوتاجاز خد مرشة زي ما قال الكتاب. زي ما انتم شايفين كده، اللهم صل على حضرة النبي. اهو بصوا في ثواني في ثواني حبة باور على البوتاجاز يخلوه قشطة فلة منورة. انتوا عارفين ان انا بوتاجازي ده بقاله 15 سنة؟ تصدقوا ولا ما تصدقوش؟ بسم الله ما شاء الله، 5 علي. 5 علي. البوتاجاز ده بقاله 15 سنة والله يا جماعة، تخيلوا. لا ما شاء الله ما شاء الله، محافظة عليه. انا رق على الحفاظ، اللي طول ما ايدك في الحاجة وبتغسلي الحاجة وبتنضفيها على طول، هتلاقي الحاجة ايه بتعيش معاكي فترة اطول. يلا وصل لغاية هنا بقى، يصلي على النبي ويحط الله يذكر الله كده. ربنا يصلح حالكم، يكبر بخاطركم يا رب، ويجعل ايامكم كلها سعادة وهنا وسرور وفرح يا رب، اللهم امين. ربنا يشفي مرضاكم ويفك كربكم ويصلح حالكم يا رب. الست الشاطرة كنز يا جماعة والله العظيم. انت لو بصي، لو معاكي حبة عيش بس عيش، لو من العيش تعرفي توفري فيه. لو انت فعلا ست مجتهدة وست أصيلة وموفرة وبتخافي على الجنيه، هتوفري من العيش. ازاي اوفر من العيش؟ ان انا مثلا بجيب العيش بتاع الفرن، ما برموش كده وخلاص، لا اقسم كل كام رغيف واحطه في قلب كيس في الفريزر، بحيث ان لما العيال يجوعوا يطلعوا كيس ما يطلعوش الكيس كله مرة واحدة ويبوظ منك. لا احط في الكيس على قد الاكل بس. ولو انت عندك عيال صغيرة، حاول ان انت تقطعي لهم العيش الصغير. لو اطفال مثلا كده صغيرة، حاول ان انت تقطعي لهم العيش 4/4. كل لما العيال يجوع تطلعي له ربع على قده، ربع على قده، ياكل بالالف هنا والشفا ان شاء الله. ياكل كام رغيف يا ربي. بس العيل بتبقى معدته صغيره شويه، تطلعي له على قده كده، عشان بحيث ان ما يبقاش منه عيش ويرميه. يا جماعه انتوا لو تشوفوا البهدله اللي بتحصل على الفران دلوقتي، الفران بقت عليها موت والله وزحمه، والناس ما عادتش عارفه تخبز لان الانابيب غاليه والدنيا غاليه. فحافظي على كل حاجه والله العظيم. الست الشاطرة من شوية فول مدمس وشوية طعم فول مدشوش زي كده تقدري تعمري الفريزر بتاعك، بدل ما تروحي كل يوم تروحي تشتري فول وطعمية وبطاطس وحاجات من البيت. انتي حبيبة قلب ايدك فيكي، اقفي واعملي كل حاجة على البوتاجاز وانت واقفة. قومي الصبح بدري، قومي اعملي لك شويه فول وشويه طعميه، واعملي فطار من البيت، اعملي شويه بطاطس مهروسه، اعملي شويه عجه، اعملي شويه بصاره، اعملي شويه مسقعه. الحاجات الجميله اللي تدفي المعده وتوفر معاكي فلوس. مش كل حاجه خد يا واد هات من بره، اطلع 50 جنيه كل يوم فطار ب50 جنيه. ليه يا جماعه؟ والله 50 جنيه يمكن اقل حاجه بكلمكم فيها، ده في ناس بتشتري فطار بقى اكتر من كده. ليه يعني؟ ليه احنا بنلاقي الفلوس لما كل يوم لما كل يوم هفطر ب50 جنيه؟ امال هتغدى واتعشى بكام؟ ده انا على كده هقفل اليوم بتاعي ب500 جنيه. لا، انا ممكن بال50 جنيه دي اعمل بهم فطار يومين اتنين. انت فاهمه قصدي؟ بدل يوم واحد لا يومين اتنين. يبقى لو بفطر في الشهر ب1500، هفطر ب750 بس، وب500 جنيه كمان. لو جبتلك مثلا كيلو فول مدشوش وكيلو فول مدمس و2 كيلو بتنجان على مثلا نص كيلو بصارة، الحاجات دي كلها بتشبع وبتسد معاك. انت فاهمه قصدي؟ الست الشاطره رزق، الست الشاطره خير، الست الشاطره اللي بتملى بيتها خير من اقل حاجه وبتستر البيت من اقل حاجه. مش كل حاجه هات لما اجيب فطار، هات لما اجيب عشاء. يا مثلا تكوني قاعدين بالليل وعيالك عايزين يتعشوا، طب ما جوزك يقول لك عايزين نتعشى عشوه حلو، طب روح هات من بره. ليه؟ طب وانت رحت فين؟ فين الست؟ فين واجبك هنا؟ لا، انا جوزي لما يكون قاعد وتعالوا اجيب لكم ايه تتعشوا، بقول له تجيب ليه؟ هات الفلوس انت هتجيبها كده، وانا راح اجيب لكم بقى فراخ بكره، ولا اجيب لكم بقى لحمه مفرومه اعمل لكم غدوه. العشاء ده اي حاجه. العشاء دوت يا ربي لو بطاطسايه، حته بطاطسايه مع حته جبنه مع شويه فول مع حته خياره، كنا وتعشينا وحمدنا ربنا. لا اروح اصرف قد كده في العشاء؟ لا، هات الفلوس بتاعه العشاء، وانا راح اجيب لكم بقى بكره لحمه مفرومه ولا حاجه، واعمل لكم غدوه حلوه كده تسد معاكم. خليكي شاطره كده، خليكي ليكي لمسه في كل حاجه. مهما كان الراجل مش زي الست. الراجل بيبقى ايه؟ مصرف زياده عن اللازم. لا انت لمي بقى، ما يبقاش هو مصرف وانت مبعزقه، لا لمي انت عليه.